عندنا يعني بعض الحالات بهالفترة، يعني هواية مرضى مثلا اكو مفاهيم كلش غلط. المرضى يتصورون انه اي مريض يجي اول ما يقول لك دكتور بلكي تكتب لي مقويات، يعني يتصور هاي المقويات فد شيء مهم لصحته او تقوي المناعة مالته، وهذا المفهوم غلط. المقويات عندنا انواع، فواحد من يقول اريد مقويات، افضل مصدر للمقويات يعني بشكل عام سواء فيتامينات او غير شيء هي الاكل الطبيعي، يعني الفواكه، الزلاطة، الخضرة، اللحوم، مكسرات، هاي كلها بيها فيتامينات اللي يحتاجها الجسم. اما اكو قسم من الفيتامينات مثلا الاي، الدي، الاي، الكي، طبعا هاي الفيتامينات من نوع الخطرة، لانه من تدخل الجسم ما تخرج من الجسم، يعني اي زيادة بيها ممكن يسبب تسمم. فحاليا اكثر شيء عندنا الموجة اللي الناس كلش يعني ماخذيها انه فيتامين دي، اكتب لي فيتامين دي، وياخذوه بشكل عشوائي. طبعا هذا الشيء غلط. فيتامين دي ما ينوخذ بشكل عشوائي. اولا المريض لازم يسوي تحليل فيتامين دي قبل ما ياخذ اي فيتامين. اذا عنده نقص فيتامين دي بهالحالة ممكن ننطيه الجرعة المناسبة له، والمريض بعدها لازم نتابعه ونشوف مستوى فيتامين دي بالدم. من يوصل الحد الطبيعي ممكن ننطيه بعدها جرعة خفيفة حتى نحافظ على النسبة الطبيعية. طبعا هو أكثر الناس ليش عندهم قلة فيتامين دي؟ السبب أنه 80% من فيتامين دي هو يجي من الشمس، فاللي يريد فيتامين دي ممكن يتعرض للشمس بالأجواء المعتدلة، مثلا الصبح فد 10 دقائق ل 15 دقيقة، يعني الصبح والعصر. بس الجسم لازم كله يتعرض، يعني منطقة الصدر، بطن، الظهر، هذا كلش كافي انه يعوضه فيتامين دي. اما اذا ما يقدر يسوي هاي الشغلة، فاولا لازم يحلل فيتامين دي ونتأكد عنده نقص اولا، بعدين ياخذ فيتامين دي، لان اي زيادة فيتامين دي ممكن يسبب تسمم. زيادة بالكالسيوم تأذي المعدة، ممكن تسبب حتى حصو بالكلى، بالإضافة للفيتامينات الأخرى. الفيتامينات بشكل عام كلها تأذي المعدة، فالزيادة بيها مو زينة للجسم. هواي يتصورون أنه تقوي مناعته. المناعة هي أصلا مناعة طبيعية بكل إنسان، يعني المناعة هي قوية، إلا واحد إذا عنده أمراض مثلا مزمنة، مثلا عجز كلى، غيره من الأمراض ممكن تقل مناعته. وطبعا بهالحالة لازم يتعالج السبب، أو عنده مثلا خلل وراثي بالمناعة، هذا غير موضوع. أما ياخذوا لي فيتامينات بشكل عشوائي، أولا أكثرها هي مواد كيميائية تأذي الجسم، الامتصاص يكون قليل، تأذي المعدة. فلذلك نصيحة أنه أخذ الفيتامينات مثل الكرزات، هذا فد شيء غير صحي وبالعكس بيأذية للجسم. فالمفروض الناس يمتنعون من هذه العادة السيئة. عنده فقر دم والله نعطيه مقويات. احنا لازم نعرف شنو سبب فقر الدم، هل هو نقص حديد؟ واذا نقص حديد شنو سبب نقص الحديد؟ بي 12 لازم نعرف شنو سبب نقص بي 12، نعالج السبب اولا بعدين نعالج فقر الدم. ممكن يكون تكسر وعنده زيادة بالحديد، تنطيه حديد ممكن تأذيه. فمسألة المقويات يشتروها بشكل عشوائي بالصيدليات، والله على اساس مقويات ما تأذي، لا بالعكس هي تأذي الجسم وكلها مواد كيميائية. فاللي يريد مقويات خليه يكون أكله صحي، ياكل خضرة، ياكل زلاطة، فواكه، لحوم، مكسرات، هذه الأشياء الطبيعية اللي تفيد الجسم. فيتامين دي نصيحة لا أحد ياخذه بشكل عشوائي، يجب أن يراجع طبيب، يسوي تحليل قبل ما يبدي فيتامين دي، بعد شهر شهرين يعيد النسبة حتى نشوف النسبة وصل النسبة الطبيعية. أعلى من هذه النسبة بها خطورة على الجسم، ممكن تسبب زيادة كلش عالية بالكالسيوم، تسبب تأذي المعدة، تسوي حصو بالكلى، فبيها خطورة على الجسم. الفيتامين دي ما ينطرح من الجسم. فهاي الأشياء اللي حبيت أحكيها للمرضى
حتى يبطلون هذه العادة السيئة اللي يتصور أنه من ياخذ فيتامينات بعد ما يتمرض تصير مناعته قوية. هذا المفهوم طبعا كلش غلط. نريد فيتامينات مقويات، خلي يكون أكله صحي، وأي شيء ما ياخذه إذا ما يسوي تحليل ويتأكد عنده نقص بهاي المادة بعدين ياخذها بشكل طبيعي.